المفروض الام تعرف ابنها في المدرسة، سواء كبير سواء صغير، تعرفوا الادب والذوق والاحترام. احنا معلمين عيالنا على الصح، وقلنا لهم يا ولادي مالكمش دعوة بحد، بالله اصغر منكم ولا بالله اكبر. ما انا عندي كبير، ما انا عندي كبير في المدرسة، ممكن يمسك اللي ضرب اخوه ده يقطعه، ممكن يمسكوه يضربوه ويقطعوه، بس احنا ما يرضناش. احنا ممكن نروح للمديرة نشتكي، عشان طالما العيال كده مش متربية. المفروض كل واحد يربي عياله ويعلمه الادب والذوق. العيال بيقولوا الفاظ مش موجودة خالص، عيب، الفاظ وحشة، ويبرك عن، يعني يبرك على العيل اللي عنده سنة، اللي هو في سنة أولى، وتعتبروا أطفال، يمسكوه في الحوش ويمسكوه يبركوا عليه، ويبقى جاي متمرمط تراب كده، ويا حبيبي وهدومه متقطعة وشنطته متقطعة. ليه؟ اللي هم في سنة تالتة. ليه كده؟ حرام ولا مش حرام؟ حرام ولا مش حرام؟ كل واحدة تأثر على ابنها وتقول له تحترم الكبير والصغير. ايه الرباية دي؟ هو ما عادش رباية كده؟ هو فين؟ افرضي ضرب الولد ضرب ومات فيه، يكفينا الدنيا دي بحالي؟ عشان عيل يضرب عيل يموت فيه؟ الواد يبقى جاي هدومه ووشه كده اهوت متضربه احمر ومتبهدل يا حبيبي، ويبقى جاي يبقى هنا على، لو مسكت الواد اقطعه بسنان عشان اعزي ولد الولد. ما ينفعش كده. اللي ما يرضوش عليكم، اللي ما يرضوش على عيالكم، ما ترضوش على عيال الناس، عشان حرام، ما يرضاش ربنا. انت لو جه ابنك مضروب وشنطته متقطعه تسكتي؟ تخلي ابنك يحترم نفسه. اي عيل مش محترم الام تتك عليه ولا الاب، عشان مش عيال الناس لعب.